شعب الصحراء الغربية لم يختار مصيره، وطالما أنه يرزح تحت الاحتلال الأجنبي فإن الجزائر سوف تواصل تقديم الدعم لهذا الحق في تقرير المصير. شكرا. شكرا لسعادة ممثل الجزائر على مداخلته. والآن أعطي الكلمة لسعادة ممثل المغرب في إطار المداخلة الثانية لحق الرد. تفضل، لديك دقيقتين صاحب السعادة. شكرا جزيلا السيدة الرئيس. لا أعرف كيف بوسعي أن أعلق على هذا البيان الذي تقدم به أخي سعادة ممثل الجزائر. تحدث عن حق تقرير المصير، هو يتحدث دائما عن ذلك، ولكن إذا ما تابعنا قرارات الأمم المتحدة ليس هناك فحسب القرار 1514، هناك القرار 1541 وقرارات أخرى، وهذه القرارات لا تشير إلى أن الجزائر تود أن تنشئ هذه الدولة من أجل أن تصل إلى المحيط الأطلسي. وبالتالي إذا كانت الجزائر تدافع عن هذا المبدأ فهناك الكثير من الدول، 193 دولة، ولكن إذا ما اعتمدنا ذلك سوف تكون هناك 600 دولة، والجزائر لن تكون دولة واحدة بل سوف يكون هناك 3 جزائر. وبالتالي الحق في تقرير المصير هو حق خطر عندما نلوح به أمام الآخرين ونرفضه للآخرين. وفيما يخص البوليساريو وفيما يخص الحرية والجنة، نحن لم ندعي أبدا أن منطقة الصحراء لجنة، هي عبارة عن أراضي مغربية بها ديمقراطية واحترام الحقوق والنظام، منطقة ينتخب فيها الشعب ممثليه. أما الجزائر فهي تأتي هنا وتتحدث وتأتي بممثلين لهيئات انتخبوا فيها منذ 45 عاما. لم تكن هناك ديمقراطية بتاتا، هم لم ينتخبوا من جانب الشعب، بل قد تم أو اختارتهم الحكومة الجزائرية، في حين أن المغرب عندما نرى من يمثلوها هنا ومن يأتون هنا للتحدث فإنهم أولئك الذين انتخبهم الشعب، من اختارهم الشعب وليس نحن. انقطع الميكروفون عن المتحدث. I thank the distinguished representative of Morocco. أشكر ممثل المغرب الموقر على مداخلته. الوفود الموقرة سوف تستأنف اللجنة مشاوراتها غير الرسمية صباح الغد في تمام 10 صباحا بهذه القاعة. وللمزيد من المعلومات